يعني يصير انت محضر سكينتك بمجرد خسر حكيم شاكر، وكأن حكيم شاكر قد عمل شيء. هذا كلام عام لو يعني الجميع. يعني انت حضرت غشيم، يعني ما تشوف اللي دا يصير. يعني يصير هسه بالاعلام انت تفشر على امي، يصير انت بالاعلام تفشر على عائلتي. لا هذا مو اعلام. اليوم احنا نشوف نعم الجمهور نعم هو اللي ناقم على حكيم شاكر. اليوم حمله جماهيريه نعم انه طالب الكابتن حكيم شاكر انه يرحل على المنتخب الوطني. والله هاني راجع لبغداد، والله زين. والله اذا لقيت اثنين من الجماهير العراقيه اللي انا اعرف من هم الجمهور العراقي، اذا لقيت اثنين سجلها علي حيدر، اذا لقيت اثنين من الجمهور العراقي الحقيقي المخلص الوفي اللي يحب بلده، اللي يعمل من اجل بلده، غير راضي عن حكيم شاكر ويريد حكيم يترك المنتخب، ساكون اول المستقيلين. خوش بس آلاف انا جاي اشوف الالاف اللي انت تعرفهم. يعني خلنا احكي لك اليوم موقع اللي اعرفهم انا مو عراقيين. واحد، انا ما قلت مو عراقيين، لا انا ما قلت، انا قلت لك العراقيين المخلصين اللي يحبون بلدهم، اللي يعملون هاي التصنيفات كابتن. هاي وحده من المشاكل اللي انت وقعت فيها. هاي لا انا ما عندي مشاكل غير مخلص. لا العراقي المخلص اللي يعرف قيمه بلده، العراقي المخلص اللي عايش بالبلد، العراقي مو قصدي خارج البلد مو عراقي، يعني قصدي اللي متعايش مع الاوضاع يعرف قيمه العمل. يعني هسه انت جنابك ليش تنقد نفسك بالكلام؟ انت دي قلت لي تحققت كل الانجازات بهذه الظروف. هنالك عراقي انت قلت حققت كل الانجازات بنفس الظروف. بالمناسبه اكو وايد انجازات تحسبها، بس انا ما احسبها انجازات. يعني المركز الثالث بانشون انا ما اعتبره انجاز. انت ما تحسبها، انت مو من حقك تقيم. حيدر حبيبي انت اعلامي، من يقيم الاعلامي شنو دوره؟ اعلامي انت يقيم الانجاز من له عمل تدريبي ومن له يعني. بس بالمناسبه الاعلامي يقوم ويقيم ويستمع الى وجهات نظر الجمهور وينقلها في برنامج. هذا الاعلامي الحقيقي. ما يقيم. الاعلامي ينقد، الاعلامي يصحح مسيره، الاعلامي يوجه مرآة عاكسه، الاعلامي يوصل بالفكره، الاعلامي ينقل الخبر، الاعلامي يتقصى عن الحقائق، الاعلامي ما يقيم. يعني كانما مشكلتك الاعلام ابدا. الاعلام قلت لك الاعلام قيمني، قلت لك ليش تريد تنهزم من حقيقتي؟ انا قلت لك في بدايه حديثي، قلت لك الاعلام له فضل علي كبير، لولا الاعلام لم يوجد مدرب محلي اسمه حكيم شاكر. طيب تريد ازف من هاي بعد؟ الان نعم. وضع المنتخب الوطني، نعم. الجمهور قلت لك انت ما تريد تعترف بهذا الجمهور اللي احنا نشوفه. انا ما اشوفه بالمناسبه يعني فقط في مكان معين، انا اشوف كل الجمهور. يا اخي اي جمهور، اشاهد بعد المباريات. يا اخي اي جمهور، هذا مو الجمهور